الحقوني يا جماعه، حماتي واقفه على الباب عماله تخبط هي وسلفتي وعمالين يقولوا لي افتحي، انت ما بتفتحيش ليه؟ احنا عارفين ان انت جوه. قلت يا لهوي ما ينفعش افتح لهم وشكلي كده خالص، هفتح لهم ازاي يعني؟ اقول لهم ايه المنظر اللي انا عاملاه في وشي ده؟ قلت انا لازم اشيل السنان واشيل الرموش واشيل كل حاجه خالص من على وشي، علشان خاطر بيقعدوا يقولوا عليا لجوزي انت متجوز واحده اصلا مش حلوه وكل حاجه فيها بتداريها بالمكياج من كتر ما هي وحشه. قلت لا انا لازم اثبت لهم ان انا زي القمر ومش محتاجه احط ولا نقطه ميك اب. ما تنسيش تعملي لايك وتقولي لي بتتابعيني منين الراحه وانتي بتشيلي الميك اب، علشان خاطر ما تاذيش بشرتك. شيليه باي مزيل ميك اب، ولو ما عندكيش مزيل ميك اب اي نوع زيت جونسون جوجوبا، اي نوع زيت عادي مناسب للبشره او للجسم بتشيلي بيه. لو لسه بتتفرجي بقى ما تنسيش تعملي لايك وتقولي لي بتتابعيني منين يا قمر. يا جماعه بيطلع بلاوي بلاوي بلاوي، والضوافر كمان ابتديت ان انا افكها واقلع كمان الخواتم واقلع كل حاجه، لان هم عارفين ان انا مش عندي اي حاجه خالص، ولما بيشوفوا اي حاجه عندي بياخدوها ليهم ويقعدوا يقولوا لي دي حلوه احنا عايزينها ومش عايزينها. وطبعا مش هقلع العدسات لان هم فاكرين ان ده لون عينيا اصلا، ان انا عينيا خضرا كده طبيعي، اكيد مش هكشف نفسي يعني. جبت كمان السكراب ده، سكراب وغسول وماسك في نفس الوقت. المهم قعدت سكراب بيه بشرتي، ودي اول مرحله بعملها بعد الميك اب. بغسل كده، بعد كده بجيب اي غسول عندي وبغسل وشي كمان. وعلى فكره وانا في الحمام بغسل وشي، غسلت وشي غسله كمان بالغسول، يعني دي تالت مره اغسل وشي. ليه كل ده؟ علشان خاطر اداري الفضايح والبلاوي اللي انا كنت عاملاها في وشي. مسحت وشي كويس قوي كده، بصوا وشي بينور بيلمع ازاي. هجيب بقى السيرم بتاع التصبغات واماكن اللي بتبقى سايبه اثر الحبوب والكلام ده. السيرم ده مش صيدليه، وبدهن بيه بشرتي كويس قوي قوي قوي، وبطبطب كده كويس ورقبتي كمان، وبستنى لما بشرتي تشرب السيرم كويس. وبجيب كمان الكريم بتاع السيرم قصدي بتاع الهالات، وابتدي ان انا اعمل الهالات. انا ما عنديش هالات الحمد لله، بس بعمل عشان خاطر انا بحط ميك اب فعينيا وتحت عينيا بيتاذي من الميك اب. المهم عشان هم ما يلاحظوش اي حاجه، بصوا مش فاضل الا ضفرين، كل الضوافر اتخلعت. المهم بقى ايه، قلت هستنى ينشف بسرعه 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 عشان كمان احط المرطب بتاعي. هحط بقى المرطب بتاعي عشان انا بشرتي مختلطه، فهحط المرطب ده خفيف جدا على البشره وبرده من الصيدليه اسمه شانجل. المهم ادهن المرطب كده زي ما انتم شايفين. بصوا بشرتي بقت زي الازاز بتلمع. اخر بقى مرحله خالص هحط كريم الحبوب بتاعي عشان ما يطلعليش اي حبوب، لان انا وشي معرض للحبوب لان بشرتي مختلطه وحساسه. فبحط كريم الحبوب ده في الاماكن اللي بيطلع فيها حبوب زي ما انتم شايفين، وبدهنه على وشي كله عادي جدا مفيش اي مشكله. وبعدين احط بقى شويه تنت كده، هم عارفين ان انا بحط تنت وبس، مش بحط اي حاجه. وكمان عينيا خضراء مش محتاجه ان انا احط اي حاجه خالص. بس كده المفروض ان انا كده خلصت الروتين. وهم عمالين يخبطوا على الباب ويقولوا لي افتحي، انت اتاخرتي كده ليه؟ ما تفتحيش ليه؟ هلحق بقى افتح لهم بسرعه. قولوا لي ايه رايكم في الروتين؟ لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنتات كتير، وتكتبوا لي بتتابعوني منين. باي باي.